أهلا بيكم في نودي وأسم. أنا نودي. وأنا أسم. المعجنات والمخبوزات من الحاجات اللطيفة اللي كلنا بنحبها وبتشدنا، وخاصة لو كانت محشية بتبقى حلوة قوي للفطار وكسناك، وللأولاد ياخدوها معاهم المدرسة. هنحط على وشها زعتر وحبة البركة، وهتبقى محشية بالجبنة. معانا 400 جرام من الدقيق، هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب الملح مع الدقيق كويس. هنضيف معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة سكر، وزيهم من البيكنج باودر. هنقلب المكونات الجافة مع بعض. نضيف 3 معالق من الزيت، والمية من 150 ل 200 ملي على حسب نوع الدقيق. وفي الغالب كمية المية بتكون من 40 إلى 50% بالنسبة لكمية الدقيق. بعد ما نجمع الدقيق مع السوائل، هنعجن العجينة براحة اليد لحد العجينة ما تنعم معانا. احنا عايزينها عجينة متماسكة، يعني وسط، مش قاسية ومش لينة. العجينة كده أصبحت جاهزة، هنغطيها ونسيبها تخمر وحجمها يتضاعف. وقت التخمير بيبقى على حسب درجة حرارة الغرفة أو المكان. دي العجينة بعد التخمير. نلمها علشان نفرغ كمية الهواء ونقسمها ونكورها. يعني 400 جرام هيدوني 11 قطعة، وزن الواحدة 70 جرام. هنبتدي نشكلهم، ودايما نبتدي نشكل بأول قطعة كورناها علشان بتبقى آخرة وقتها في التريح. هنشكلها بإيدينا صوابع في البداية، وبعدين نفردهم بالمردانة فردة بسيطة. نبتدي نحشيها بالجبنة. أنا استخدمت جبنة فيتا، احنا ممكن نستخدم أي نوع جبنة احنا عايزين، بس ما يكونش بيسيح علشان هيتسيح معانا ويتحرق أثناء التسوية. بعد ما حشيناها هنمط العجينة مطة خفيفة، هنثبت طرف ونلف من الطرف التاني، يعني نبرم العجينة بالشكل ده. هنثبت الأطراف مع بعض. الطرف اللي كنا مثبتينه هنحط عليه الطرف التاني ونقفله. هندهن الوش من فوق. عندنا أكتر من اختيار. في مية مغلية دوبنا معلقة كبيرة من القهوة، وممكن ندوب معلقة من الشاي. بنسيبهم يبردوا تماما وبعدين نستخدمهم. عندنا اختيار ثالث وهو اللبن، وعندنا اختيار رابع طبعا ما ننساش وهو البيض، حسب رغبتكم. ممكن نستخدم بيضة كاملة أو بياض بس أو صفار بس. هنحط على الوش زعتر من الإضافات الحلوة مع المعجنات، وخاصة اللي بالجبنة. والجزء التاني هحط عليه سمسم وحبة البركة. هنسخن الفرن على 190 من تحت، ونحط الصينية في الرف اللي تحت. هتاخد معانا 10 دقايق. طبعا التسوية بتفرق من فرن لفرن. أول ما ياخدوا لون من تحت هنحطهم تحت الشواية ياخدوا لون من فوق. بعد التسوية هنغطيهم بفوطة ونسيبهم يبردوا تماما.
هيبقى معانا مخبوز وسط، لا هو ناشف ولا هو طري، يعني شبه السميد كده. وصفتنا خلصت، بس ان شاء الله وصفاتنا اللي جايه مش هتخلص. لو اول مره تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفه جديده مع نودي واسماء. بالهنا.